السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي. حاجة حلوة جميلة كده ومش هتاخد معاكي وقت وكمان اقتصادية. مش هتوقفك كتير ابدا في المطبخ. بصوا بقى الجمال ما شاء الله عليها. فطاير اقتصادية جميلة سهلة وسريعة، لا عجن ولا فرد ولا الكلام ده كله. بلفة جلاش او نص لفة جلاش هتعملي حاجة حلوة لولادك جميلة جدا. يلا بينا بقى نسمي ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونشوف حضرنا الجمال ده ازاي. جبنا ورق الجلاش كده وابتدينا ان احنا ندهنها بالزبدة. يعني هندهنها بالزبدة كلها. طب ما عندكيش زبدة، نقدر ان احنا بسمنة نسيح حبة سمنة على النار يا دوبك، بس مش عايزينهم يسخنوا قوي، يا دوبك ايه يفكوا من بعض كده وايه، ونبتدي ندهن بيهم الجلاش. جبت ورقة تانية وحطيتها بعد ما دهنت الاولى، وبرضه هدهنها بالزبدة خلاص. وهبتدي ان انا ايه اطبقها. بصوا بقى التطبيقة دي تطبيقة حلوة قوي. بصوا بعملها ازاي، شايفين؟ يا رب بس الايه الفيديو يكون موضح لكم شكل التطبيقة ايه. التطبيقة دي حلوة قوي وسهلة. طيب قلت اجيب واحدة تانية اعملها معاكم عشان تكونوا واخدين بالكم. بصوا كده دهنتها برضو بالزبدة بالشكل ده خلاص. وابتديت ان انا احط الورقة التانية عليها برضو وادهنها. بالمناسبة ما تكتروش اكتر من ورقتين في الوصفة دي، لان لو عملتوا اكتر من اتنين الورق مش هيستوي معاكم، خلي بالكم. بصوا كده التطبيقة، هعمل لكم كمان واحدة عشان تتأكدوا. بس اهم حاجة هما ورقتين اتنين، لان كتر يعني لو كترتوا الورق هتبقى تخينة معاكم، والنار يعني مش هتدخل جوه الورق خلاص. لكن هما الورقتين حلوين قوي قوي في الوصفة دي. ممكن تعمليها ايه واحدة بس هتنشف معاكي على النار، فيستحسن يكونوا ورقتين. دهنها برضو وهنبتدي نقفلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنساوي لو في بروز طالعة كده او حروف طالعة نبتدي نسويها كده. وعلى النار بقى احط حتة من الزبدة ومعاها طبعا زيت علشان خاطر الزبدة بتتحرق بسرعة، لان انتوا عارفين بتبقى فيها المرتة بتاعتها. طيب هحطها كده على طول اول ما تسخن، وهبتدي ان انا اقلبها. ما تقلبيش غير لما انا طبعا هنا قلبت كان غلط مني، بس انتي لما تتاكدي ان ان اللي تحت حمار خالص تبتدي تقلبي فيها اهو. بصي اول ما اللي تحت يحمر تبتدي تقلبي على طول عشان ما تفضليش تقلبي كذا مره. هي معاكي وهي معاكي كده على على النار بتنفخ، هتلاقيها نفخت كده، تعرفي ان النار واصله لها كويس قوي وانها هتستوي من جوه جدا جدا، والورق هيكون جميل ومستوي زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنقوم قلبين كمان. تفضلي بقى وراها لحد ما تستوي، بس انتوا قلبوها قلبتين. بصوا بقى هنا كانت ما شاء الله نفخت. هجيبها بقى على الطبق ده واحطها. هجيب طبعا اللي بعدها واسويها عفوا، وحتة زبدة برضو وكمان حبة من الزيت. بجد بتبقى فطاير خطيرة يا جماعة وما بتاخدش وقت زي ما قلت لكم. وممكن كمان تعمليها حادق لو عايزة. بصوا بقى احمرت من تحت، رحت قلبها على طول وهطلعها على طول. ما بتاخدش وقت معاكي، خلي بالك. وكمان بالنسبة للنار خليها وسط، ما تعليهاش. لو عليتيها مش هتستوي كويس، ولو وطيتيها هتنشف معاكي. طيب بعد ما خلصتها جبتها كده وهي لسه دافية او سخنة، واقطعها في الاول قبل ما اسقيها لبن. هبتدي اقطعها كده زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا شوفوا سخنة ازاي، كانت سخنة عليا. ابتدي اقطعيها كده وبعدين اسقيها بقى باللبن وحط لها السكر. طب مش عايزة تعملها بالسكر ولا تسقيها باللبن، حط لها عسل. العسل الخفيف بتاع البسبوسة. سقيتها باللبن كده خلاص. هي بتشرب اللبن على طول لانها دافية، فبتشرب اللبن. وهبتدي ان انا احط لها السكر بتاعها، ده سكر بودرة يا جماعة. وزي ما قلت لكم لو عايزين تحشوها اصلا من البداية وانتوا بتعملوها ممكن تحشوها بقى كاستر، مهلبية خلاص. وتبتدوا برضو تسووها وتحط لها السكر بتاعها من فوق. بس احنا قلنا نعملها سهلة كده وسريعة وايه وتنجز معانا، ما نقعدش كتير بقى نعمل مهلبية ونعمل كاستر.
فبراحتك طبعا ايه اللي انت عايزاه. هنا برضو بالشكل ده قطعتها ورشيت لبن كده. ولو عايزة زي ما قلتلك العسل بتاع البسبوسة الخفيف ابتدي اعملي فيه. ونرش كده السكر بالشكل ده كده. وهتاكلوها بألف هنا وشفا. دي كنت لسه شكلها طلع على طول. والسلام عليكم ورحمة